المصنف رحمه الله تعالى: وقد أبطل في هذا البيت قوله المذكور بأمرين. قول المعتزلة: الأمر الأول أنه زور، أي مزين الظاهر فاسد الباطن فيكون باطلا، وإنما كان مزين الظاهر للتعبير فيه بالصلاح والأصلح، وإلا فهو من أقبح الأقوال. وإنما كان فاسد الباطن لأنه لو وجب عليه تعالى فعل الصلاح والأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا بالفقر وفي الآخرة بالعذاب الأليم المخلد، لأن الأصلح له عدم خلقه أصلا، وأن خلق فالأصلح إماتته صغيرا أو سلب عقله قبل التكليف، وهذا كله لم يقع فدل أنه لا يجب عليه شيء. لو وجب لفعله مكرها، وحاشا أن يكون الله تعالى مكرها. الأمر الثاني أشار إليه بقوله ما عليه واجب، أي ليس على الله تعالى واجب من فعل أو ترك، لأنه فاعل مختار مطلقا، ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارا. وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه سبحانه وتعالى في ظاهرها نحو قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فمحمول على أن المراد به الوعد تفضلا، وكذلك الحديث التي ظاهرها الإجبار على الله تعالى فهي وعد أوجبه على نفسه شرعا تفضلا. ولما أبطل قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى بالأمرين المذكورين في البيت، أي الزور ظاهرا وباطنا، في المذكورين في البيت قبله، أراد التشنيع عليهم بما ذكره في البيت الثاني، فقال: شنع عليهم في قوة الرد مشنع: ألم يروا إيلامه الأطفال، أي ألم يشاهدوا إيلام الله تعالى الأطفال وليس لهم ذنوب، وشبهها فحاضر المحالة. يعني أراد التشنيع عليه بما ذكره في البيت الثاني فقال: ألم يروا إلى آخره. والرؤية هنا يحتمل أن تكون بصرية فتتعدى لواحد وهو قوله إيلامه، وأن تكون علمية ونظرية، مفعولها الأول إيلامه، لأن الألم إدراك نظري ليس إدراك إحساسي كالعين، ومفعولها الثاني محذوف تقديره حاصلا مثلا: ألم يروا رؤية حقيقية إيلامه الأطفال، تعذيب مشاهد بالعين وتعذيب مدرك بالحس والعقل، ومفعولها الثاني محذوف تقديره حاصل مثلا. وجعلها بصرية أبلغ لمزيد التشنيع عليهم، وهم حقيقون بذلك خصوصا في هذا المقام، فإنهم أساءوا فيه الأدب مع الله تعالى غاية الإساءة والإلام، وهو من الألم للأطفال، وهو تعلق القدرة بالألم بخلق الله تعالى، وهو لا يرى في حقيقة الأمر، فيكون على حذف مضاف والتقدير: ألم يروا أثر إيلامه الأطفال، وأثره هو الألم. وقوله الأطفال مفعول إيلام، مفعول به لإيلامه، لأنه مصدر مضاف لفاعله وهو الضمير في قوله هو إيلامه العائد على الله. والأصل ألم، والأصل في التقدير ألم يروا إيلام الله تعالى الأطفال، جمع طفل وهو ما لم يبلغ الحلم وليس مكلفا ولا ذنب عليه. وقوله وشبهها أي شبه الأطفال كالدواب